تاجرة وعايشة بأوروبا، كانت تجيب بضاعتها من تركيا وأماكن تانية وتبيعهم بأوروبا، بس كل الخدمات اللوجستية من شحن وتوصيل هي عليها. وكانت لما توصل البضاعة مكسرة للزبون هي كانت لازم تضمنها وتبعت بضاعة جديدة للزبون وهي تتكفل بكل المصاريف. وهي نفسها أكثر من 5 سنين عم تشتغل بنفس المجال وما قدرت تطلع أكثر من $3000 شهرياً. لما سمعت بالوكالة اللي موجودة عندي تواصلت معي وقالت لي ولاء خبريني عن الوكالة اللي موجودة عندك، هل الخدمات اللوجستية علي؟ لأنه كانت أكثر شيء متعبتها. قلت لها لا، الخدمات اللوجستية كلها على الشركة، يعني المنتج بيوصل من المصنع للزبون دغري وانت ما دخلك بأي شيء. قلت لها كوني مطمنة تماما، انت ما في داعي اصلا حتى تجيبي بضاعة لعندك على البيت، الشركة بتتكفل بالمنتج بوصوله من المصنع للزبون وكل الخدمات اللوجستية وكل الأعباء على الشركة نفسها. ففعليا حبت الفرصة وبلشت معنا. بسنة و3 شهور هي الشخصية نفسها بنفس العقلية قدرت تضاعف دخلها أكثر من 10 أضعاف. تخيلوا، مع أنه نفس الإنسانة بس تغير المكان يلي هي موجودة فيه. فإذا أنت تاجرة وحابة تشتغلي بمكان تلاقي فيه الدعم والمساعدة والسند من قبل الشركة والفريق، فيك تكتبي كلمة مهتم بالتعليقات لحتى يتم التواصل معك.